السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشتاء الحقيقي دخل علينا، وأجمل أكلة ممكن تعمليها في الشتاء هي العدس. بصراحة أنا بعشق حاجة اسمها عدس في الشتاء. النهارده هعلمك تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان لا يتعب القولون ولا كل الافتكاسات اللي بتحصل في قلب العدس. بتاع زمان كانوا بصراحة بيقللوا بصل ويعملوا توم وكلام كده، كان بيتعب جدا. النهارده هنعمله بطريقة حلوة قوي هتعجبك وتعجب اولادك. خفيف وكمان مغذي جدا. هنحط فيه حبة مكونات بسيطة، ونبدأ الفيديو عشان نشوف اتعمل ازاي، وان شاء الله يعجبك الفيديو النهارده. ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي، انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدا بقى ونقول بسم الله. انا عندي هنا جبت بقى ربع كيلو من العدس، يدوب هغسله. وبعدين عندي هنا جزر وطماطم، وعندي بصلايه كبيره كده قطعتها، وعندي فصين 2 من الثوم. غير كده مش عايزه حاجه. خلاص هاخد بقى العدس بتاعي ده اغسله وانضفه كويس واشيل منه اي شوائب وارجع لكم تاني. دي الحله بقى اللي انا هعمل فيها. خلاص كده غسلت العدس ونضفته كويس وشلت منه كل الشوائب. هنزله كده على الحله. خلاص هبدا بقى انزل ببقيه المكونات بتاعتي. انا عندي الجزر بتاعي كنت مقشراه. كل الحاجات دي الجزر لو ما تقشرش بيعمل لك شوائب في العدس، ما بتبقاش حلوه، لازم تبقي مقشراه برضو. والطماطم عندي قطعتها، وهنزل كده كوبايه كده او كوبايه ونص من الميه، بحيث ان كل المكونات دي تتغطى بالميه. خلاص كده بقى هاخد المكونات دي كلها واحطها على البوتاجاز، واول ما تغلي هوطي عليها النار خالص. انا جيت هنا ولعت النار، هنزل بقى بالحله كده. خلاص كده اديله تقليبه كده واسيبه بقى لما يعني اول ما يغلي هرجع لكم تاني. في نفس التوقيت بقى هبدا ان انا اجهز الحاجات اللي هقدمها معاه. انا عندي هنا خياره كده، جبتها وقطعتها قطع. هبدا ان انا احداها بطريقه حلوه قوي هتعجبك. خلاص كده بعد ما قطعتها هبدا ان انا ارصها في الطبق كده، شكل كده مش اكتر. وابدا بقى اجيب الحاجات اللي هحدق بيها. عندي هنا قرن فلفل احمر. خلاص كده اجيب بقى معاه شويه من الشطه، لان الفلفل ده مش حامي. هبدا ان انا احط شويه من الملح. انا هفضل ادق فيه كده لحد ما احس ان هو ناعم معايا. خلاص كده انا نعمته. هبدا انزل بقى بنص الليمونه. خلاص كده بقى نزل كل الليمون وكل الحاجات اللي هي في ايدي الهون. وهبدا بقى ان اقلب كل الحاجات دي مع بعضها، الليمون مع الفلفل مع الملح مع الشطه. خلاص بقى اجيب الطبق الخيار بتاعي، وابدا انزل بالتتبيله دي على الخيار. يا دوبك على ما اعمل العدس هيكون بدأ الخيار ياخد طعم من التتبيله دي حلوه قوي. جربي الطريقه دي وهتعجبك قوي قوي. الخيار بيبقى جميل جدا جدا جدا. بقيه السوائل اللي موجوده في الهون هبدأ انزل بيها على الخيار. خلاص كده عملت احلى طبق خيار متحدى. كمان بقى عندي هنا العدس بتاعي غلى، هديله تقليبه كده وهسيبه بقى هوطي عليه النار واسيبه يكمل تسويه براحته خالص. لما بيستوي على الهادي بيبقى جميل قوي وبيعجبك بعد كده وتلاقيه ناعم. كمان لما تضربيه في الخلاط بيبقى حلو قوي وبينعم معاكي بسهوله. كمان انا هعمل بقى بصلايه كده، هحداها برضو معاها، هقدمها مع طبق العدس. جبت بصلايه قطعها جوانح كده. بعد ما قطعتها هنزل عليها بشويه من الملح. كمان هنزل عليها بشويه من السكر. السكر حلو قوي وبيعمل معادله للميه بتاعه البصل، وبتخليه حلو، بينزل بيبقى حامي شويه فبيهدي من الحراره بتاع البصل. نزلت كده بشويه من الشطه، كمان معلقه من الخل او معلقتين كده. كمان هنزل بنص ليمونه. كل الحاجات دي بتساعد البصل ان هو ما يعملش ريحه كده كريهه للفم. هو بتبقى الريحه بقى بسيطه، مش قوي زي ما بيكون بتاكلي بصل من غير اي ملح ولا سكر ولا الحاجات دي.
بصراحة الحاجات دي بتخليها ايه، بتهدي من ريحة البصل شوية. طبعا هقطع الليمونة دي كده قطع صغيرة وابدأ ان انا احطها في المية بتاع البصل. خلاص كده انا هنزل بقى على كل الحاجات دي بشوية كمان من المية، يعني يجي نص كوباية كده هحطها معاها، وابدأ ان انا اقلبهم كويس عشان الملح والسكر يدوبوا فيها، وهركنها على جنب عقبال ما العدس بتاعنا يستوي. البصلية دي هتبقى طعمها جميل جدا جدا برضو. انا خلاص العدس بتاعي بدأ ان هو المية اللي فيه تنشف، هطفي عليه النار، خلاص هسيبه يهدى لحد ما يبرد خالص عشان لما اشتغل احطه في الخلاط ما يبوظش الخلاط بتاعي. هبدأ بقى كده، انا عندي استنيت عليه لما هدي وبرد معايا وضربته في الخلاط. كنت حاطه الحله على النار، حطيتها لما سخنت ونزلت عليها بالعدس. طبعا هضرب الكميه كلها بتاع العدس وانزل في الحله واسيبه يغلي معايا، وابدا ان انا اعمل له الشعريه بتاعته. طبعا هو مش عايز اي افتكاسات، انا لا بحط بصل متحمر ولا توم متحمر، لان طبعا دي اسلم طريقه للمعده بصراحه. ومش عشان انتي ما عندكيش قولون او معدتك سليمه اعمل اللي بيحصل في العدس ده، لا، متعب جدا جدا، وحتى لو انتي ما عندكيش هيتعبك. خلاص بقى نقلت الحله عشان احط الشعريه احمرها على النار اللي هي الهاديه دي، وهنقل حله العدس بتاعتي على نار اعلى شويه عشان تغلي. مش هياخد مني حاجة بسيطة. اول ما احس ان العدس سخن تاني هبدأ بقى اولع النار بتاعتي كده واحط عليها طاسة بمعلقة كده من السمنة. كتري السمنة شوية يعني علشان خاطر تدي طعم العدس حلو. اول ما تسيح معايا السمنة هبدأ ان انا انزل بشوية كده من الشعرية. كفاية كده، حلو قوي كده. هبدأ ان انا اقلب فيهم لحد ما لونها يبقى ذهبي. الاول كده بس العدس بتاعي بدأ يفور، بس عشان ما يخرجش بره الحله ويبوظ الدنيا هديله تقليبتين كده لحد ما اخرج كل الهواء اللي فيه، لانه هو خلاص بدأ يغلي معايا. في نفس التوقيت ده هتكون الشعريه بدأت السمنه تحمى قوي وتبدأ تحمر في الشعريه. رجعت بقى للشعريه اقلب فيها لحد ما تحمر خالص. خلاص هي احمرت معايا اهي، اللون ده مناسب وجميل جدا. هنقل بقى حله العدس هنا قدام تاني وانزل بالشعريه. وخدي بالك وانتي بتنزلي بالشعريه لانها سخنه جدا والعدس سخن، خدي بالك انزلي واحده واحده. خلاص ادي العدس بتاعي، هسيبه بقى لما يغلي قوي وتبدا الشعريه بتاعتي احس انها يعني مش مستويه تماما، انا عايزه يبقى مستويه لحاجه بسيطه، لان لما تفضل شويه كده على النار هتبدا ان هي اول ما اطفي حتى النار سخونيه العدس هكمل تسويتها عشان ما تبقاش معجونه. هنزل كده بشويه من الفلفل والكمون، مش عايزه اكتر من كده، وشويه من الملح اظبط الحدق بتاعي، وبكده يكون معايا احلى حله عدس عملتها. هقلب قوي قوي بقى عشان البهارات بتاعتي تتوزع على العدس كله. خلاص هو مش هياخد دقيقتين والاقي الشعريه بتاعتي بدأت تستوي. خلاص كده تمام. اول ما احس ان هو تقل بقى معايا كده وبقى يعني هيعجبك لونه كمان، الرغوه اللي على وش الحله كده بدأت تروح وبدأ العدس يبقى هو لونه الطبيعي. انا طفيت عليه النار، هبدأ بقى اغرفه. جبت سلطانيه كده كبيره، ما شاء الله، مش قادره اقول لكم ريحته حلوه قوي قوي قوي. الجو ده احلى اكله ممكن تعمليها في الشتاء ده، العدس، البصوره، الحاجات الجميله اللي بتدفي في الشتاء دي، اللوبيا، الفاصوليا الناشفه، جميله قوي الحاجات دي بتدفي. خلاص وادي كده بقى الاكل بتاعنا جاهز. ايه الجمال ده، ايه العظمه دي. بصراحه انا بعشق العدس بالطريقه دي، جميل جدا وهيعجبك جدا ويعجب اولادك كمان. لا بصل بقى متحمر ولا توم متحمر ولا وجع بطن ولا تحسي انك تعبانه وتقيل على قلبك، لا، حاجات خفيفه خالص. انا بقى هنقل الاطباق بتاعتي كده في الصينيه. وادي البصل ده عظيم مع العدس بصراحه، كمان الخيار، كمان كان عندي خاصيتين كده
فردتهم وغسلتهم غسلة كويسة. خلاص كده هقدم الاكل بتاعي، كمان هقدم معاه عيش. خلاص كده هجيب عيش هقدمه معاه، ويبقى عندنا اكلة شتوية جميلة جدا جدا جدا، رائعة بكل المقاييس، احنا بنحبها قوي قوي. ادي العيش بتاعي جبته قمرته في الفرن برضو عشان يبقى سخن كده وجميل. خلاص، وبكده خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، ويا رب الأكلة بتاعت النهاردة تعجبكم. واخيرا لو عجبك الفيديو بتاع النهارده انزلي تحت اعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس لو انتي ما اشتركتيش لسه عندي. وعايزه النهارده احلى تعليق واحلى لايك على الاكله الحلوه دي. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.